بتاع لندن. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم عماد العطار. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المتلاعبين بقوت الشعب. حرام عليكم، كفاية اللي بتعملوه ده، كفاية. بالنسبة للتجار، السلطات المصرية نزلت قبضت على ناس كتير جدا كانوا بيتلاعبوا بقوت الشعب. منهم ناس كانت بتخزن البطاطس، وطول عمرنا كنا عايشين على نظام المواسم. موسم الموز ناكل الموز في الموسم، وكان بيبقى حاجة مسكرة جدا جدا. بعد كده بنعرف ان في موسم ما فيهوش موز، خلاص بنتأقلم على ذلك. موسم البرتقال نفس القصة، ما كناش نعرف حاجة اسمها الخزين. لما عرفنا حاجة اسمها الخزين الدنيا باظت، بقينا ناكل الشيء في غير موسمه. البطاطس في غير موسمها وبالغلاء. ليه؟ ما كنا ماشيين كويسين، ما كنا ماشيين حلوين. النهاردة معايا فيديو هوريكم صورة منه وانا بتكلم. حاجة زي اللي قدامكم دي خراب بيوت للشخص ويستاهل. كان مخزن بصل بدرجة فظيعة. انا لقيت الفيديو على اليوتيوب، بصراحة عجبني ليه؟ لان ان ربك لبالمرصاد، ان ربك لبالمرصاد. النهاردة عمال تعيط وتبكي، بتبكي بدل الدموع دم في الخسارة الفظيعة اللي انت خسرتها. انت مخزن اطنان، مئات الاطنان من البصل زرع قدامكم وباظ. خراب بيوت لهذا الشخص والناس كتير طبعا اكيد لها فلوس عند هذا الشخص، سواء ان كان ده عندنا او مش عندنا. الفيديو ده سواء كان عندنا او مش عندنا، لكن ده رسالة قوية للمتاجرين بقوت الشعب، للي بيتاجروا بقوت الشعب. النهاردة فاكرين فيلم العار لما جوهم قالوا الدفاس له او يفهم في اصول التخزين؟ النهارده في ناس كتير جدا بتلم فلوس من ناس وتقول لهم هنلم بصل او هنلم بطاطس او هنلم كذا، وبعد كده نحطها في التلاجات او نخزنها في مكان معين. بعد كده يجي وقت معين السعر بعد ما كان ب2 جنيه يبقى ب20 جنيه، نكسب 18 جنيه في مليون طن، يبقى كسبنا 18 مليون جنيه. المهم يوهم فرائسه، بعد كده يلم فلوس، بعد كده يخزن، بعد كده الدنيا تبوظ عليه. يبقى خراب بيوت على الجميع، والكل يستاهل اللي هم او الطماع. دايما النصاب بيضحك على الطماع لانه بيبقى لقمة سهلة له. النهاردة المتلاعبين بقوت الشعب، رسالة قوية مني ومن السلطات المصرية. احذروا من اللي جاي، سواء من الإعلام أو من السلطات المصرية. النهاردة المفروض اللي يجيب صفقة ينزلها على طول للشعب ويكسب فيها بما يرضي الله عشان الشعب يقوم على رجليه. لازم كلنا نقف مع الرئيس ومع الحكومة ومع الشعب عشان ربنا يبارك لنا. وبرضه بقول رسالة للسلطات المصرية، اتمنى انكم تنزلوا التلاجات وتشوفوا الخزين بتاعها قد ايه. ما تخشوا التلاجة ممكن تلاقوا مثلا 1,000,000 طن متخزن في قلب التلاجة. افرجوا عنه على طول، افرجوا عنه. ما دي بلاوي، انت مخزنه ليه؟ انت محتكر ليه؟ خلي بالكم، دي رسالة قوية لكل الشعب. أعزائي المشاهدين بشكركم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.